طيارات خاصة، دولارات وملايين. فنانين قدروا يعملوا ثروة ما عملهاش رجال الأعمال نفسهم، لا وأجورهم في المسلسل الواحد بتوصل لملايين الملايين. خليكم معانا في الريد كاربت عشان تعرفوا هم مين. في شوية فنانين رفعوا شعار الفلوس كل حاجة، ثروتهم بالملايين ومحدش أبداً يقدر يتخيلها. وبصراحة كده يا جماعة الفن طلع بيكسب، لا ومش أي فلوس، دي فلوس لو فضلوا يصرفوا فيها من هنا ليوم القيامة مش هتخلص. وعشان كده جبنا لكم النهاردة في القايمة أغنى 10 ممثلين في مصر، وخلونا نقول لكم إن رقم 10 مش هتتخيلوا هو مين. مجنون اللي يقول إن التمثيل مش بيكسب، لا ده بيكسب وبيكسب كتير قوي كمان، بس مش مع أي حد. يعني ما ينفعش واحد بيشتغل كومبارس وبيمثل كل فين وفين نقول عليه ده بيكسب ملايين. لكن لما نتكلم على نجوم صف أول يبقى لازم نقعد كده ونشد كرسي ونسمع الأرقام الفلكية. أول اسم معانا هو الزعيم عادل إمام، اللي هو مش بس أشطر وأنجح واحد في مهنته ولا حتى أشطر وأنجح واحد في مصر، لا ده حطم كل الأرقام القياسية وبقى الأشطر والأغنى. قدر عادل إمام بعد سنين وسنين كتير قوي بيقدم فيها أفلام ومسرحيات وشوية مسلسلات يجمع حوالي 2 مليار جنيه مصري بالظبط زي ما سمعتوا كده. وده طبعا رقم ضخم جدا ومرعب إن أي حد يستوعب، بس مع الزعيم مفيش حاجة اسمها مستحيل. ازيك يا سيد؟ مين ده يا حاج جابر؟ انا ابوك يالا. وطبعا أكيد كلكم متوقعين مين هو نمبر 2. طبعا الأسطورة محمد رمضان اللي مسمي نفسه نمبر 1، بس المرة دي هو نمبر 2. انت فين يا وردة؟ زلزال لسه ما عرفكش بنفسه. محمد رمضان قدر يجمع ثروة حوالي 1,500,000,000 جنيه مصري، مع العلم إن محمد رمضان مش بس ممثل، لا كمان مغني وبيعمل كليبات بتحقق أرقام خيالية. ده غير طبعا حفلاته والدويتات اللي بيعملها مع أهم نجوم العالم. رمضان من الناس اللي بتحب تفتخر بثروتها، وبنشوف ده من خلال انستجرامه وهو بيستعرض أسطول العربيات اللي بيمتلكها، وكمان من خلال الهدايا اللي بتجيله وبيعرضها. ورمضان بقى بيقول إنه مش بيقصد كده إطلاقاً ولا بيقصد التفاخر، وقال في لقاء تلفزيوني أنا عندي أسطول عربيات محدش عنده زيه، ولأني نجم وشايف إن كل الأضواء عليا، من وجهة نظري إني لازم يكون عندي حاجات محدش تاني بيمتلكها، يعني حتى الأغنياء والأمراء ما يكونش عندهم زيها. وقال كمان مصر هي بوابة أي نجم علشان يدخل عالم الفن، وأنا نجم مصري يعني لازم أشرف بلدي، وإن أنا أركب طيارة خاصة وأسافر بيها ده تشريف لمصر وصورة حلوة ليها كمان. ومش المهم الهدايا خالص، أي أمير عنده أسطول عربيات لازم يكون عندي زيها، لأني نجم مصري ومصر فوق أي حاجة. وعن الانتقادات اللي بتجيله بسبب التفاخر بالحاجات اللي بيمتلكها قال محمد رمضان الانتقادات دي ما هي إلا تربص مش أكتر. ثالث حد معانا هو الفنان أحمد عز، وثروته تقدر بحوالي 1,100,000,000 جنيه مصري، وطبعا كلنا عارفين مين أكتر حد هيكون سعيد بالثروة دي. وأحمد عز الحقيقة الفترة اللي فاتت اشتغل على نفسه كويس جدا لحد ما قدر يكون الثروة دي اللي هو فعلا يستحقها. رابع فنان معانا بقى كلنا ممكن نكون عارفين هو مين ومتخيلين كمان حجم ثروته قد إيه، واللي ثروته تقدر ب1,050,000,000 جنيه مصري. ورامز مش بس بيعتمد على الأفلام ولا حتى المسلسلات، هو ما بيعملش مسلسلات بس بيعمل أفلام قليل شوية. اعتماده الأساسي يا جماعة على البرامج اللي بيعملها كل رمضان، واللي بيكون عليه نسبة إعلانات عالية جدا، وبالتالي بيكسب منها مشاهدات كتير جدا وبتديله أجر كبير. يعني من الآخر كده برامج رامز مأمنة ثروته كويس جدا. خامس فنان معانا هو نجم الناس كلها بتقول إنه أهم نجم في الفترة الحالية في الوطن العربي كله، وهو الفنان كريم عبد العزيز، واللي ثروته تقدر بحوالي 1,000,000,000 جنيه مصري. وكريم بقى يا جماعة يعتبر آخر واحد في قائمة المليارديرات. دلوقتي هندخل على قائمة الفقراء شوية اللي معاهم ملايين بس. أول واحد في قائمة الفقراء اللي معاهم ملايين بس هو الفنان أحمد حلمي، وثروة أحمد حلمي تقدر بحوالي 800,000,000 جنيه مصري. يعني الراجل لو شد حيله شوية كده ممكن يدخل قائمة المليارديرات. أنا حتى مش عارفة أقول الكلمة يا جماعة، يا نهار أبيض، المليارديرات. مش مهم، كده كده عمرنا ما هنوصل للرقم ده. ولو انت بتسأل نفسك أحمد حلمي هيكون عمل الثروة دي منين، فخليني أقولك إن كمان أحمد حلمي اعتماده الأساسي مش على التمثيل وبس. تلاقي الشاطر فيهم يا حرامي يا طماع، والأمين يبقى بلاطة في شغله.
بعيداً عن التمثيل، أحمد حلمي عنده كافيهات ومطاعم، ويقال إنه شغال في مجال العقارات. نخش على سابع فنان، وهو الفنان أحمد السقا، ملك ملوك الجدعنة. وتقدر ثروة أحمد السقا حوالي 600 مليون جنيه مصري، ده غير اسطبلات الخيل اللي أحمد السقا بيمتلكها، وده لأنه واحد من الناس اللي عاشقة للخيل في مصر. ولو انتم ملاحظين، فسواء السقا أو حتى أحمد حلمي، الاتنين ما بيعملوش زي محمد رمضان، يعني ما بيحبوش يظهروا ممتلكاتهم وثروتهم للجمهور. فانت ممكن ما تكونش واخد بالك ان هم عندهم الثروة الكبيرة دي ومركز بس مع محمد رمضان، وده عشان هو دايما بيظهرها للناس. نروح بقى للعنصر النسائي شوية، ورقم 8 معانا هي ياسمين عبد العزيز. وثروة ياسمين عبد العزيز حوالي 500 مليون جنيه مصري، بسم الله ما شاء الله. ياسمين عبد العزيز بدأت حياتها في مجال الإعلانات، ثم منه دخلت التمثيل، ودلوقتي هي واحدة من أهم نجمات الوطن العربي. وكمان ياسمين عبد العزيز كانت متجوزة رجل الأعمال محمد حلاوة. فهل جزء من ثروتها كان في مشاريع دخلتها في وقت جوازها من محمد حلاوة؟ الله أعلم، لكن هي فنانة محبوبة وكلنا بنحبها وبنتمنى لها الخير، ومش هنحسدك يا ياسمين. بعد ياسمين عبد العزيز هيجي فنان انت ممكن ما كنتش مركز معاه شوية، بل وكمان ممكن تستغرب هو جايب الثروة دي منين. معانا في رقم 9 الفنان مصطفى شعبان. بالظبط زي ما سمعت، مصطفى شعبان، واللي ثروته حوالي 450 مليون جنيه. ولو بتسأل نفسك منين وازاي ده مصطفى يعني مش مقطع الأفلام والمسلسلات، هقولك انت غلطان جدا. مصطفى شعبان عنده سلسلة كافيهات ومطاعم كبيرة جدا، وهم دول مصدر ثروته الأساسية، وطبعا بجانب ثروته من التمثيل. وآخر واحد معانا هو باشا مصر أمير كرارة، واللي ثروته حوالي 300 مليون جنيه مصري بس يا أمير معقول؟ لا، الرقم ده قليل جدا بالنسبة للفلكيات اللي سمعتها من شوية. أمير كرارة نشتغل على نفسنا أكتر من كده. ايوه، عن البيت اللي خدوه فين بالظبط؟ يا جمالات عايز اروح اطمن عليهم بنفسي. يا ست انا هتصرف وروح، ما تقلقيش بقى يا جمالات. ونيجي بقى لفقرة مختلفة تماما وبتتكلم برضه عن الفلوس. دلوقتي هنتكلم عن أجور الفنانين في الأعمال. امسكوا الخشب كده يا جماعة ويلا بينا. اتسربت لائحة فيها أجور الفنانين، واتقسمت اللائحة دي لفئات. الفئة الأولى كان أقصى أجر فيها 25 مليون جنيه، يعني 800 وشوية ألف دولار، وده عن المسلسلات اللي بتكون 30 حلقة. والفئة دي ضمت محمد رمضان، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد حلمي. أما الفئة التانية فالأجور فيها ما تزيدش عن 15 مليون جنيه مصري، يعني 400 وشوية ألف دولار، ودي ضمت منى شلبي، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم، عمرو سعد، خالد النبوي، مصطفى شعبان، هند صبري ويسرا، وكمان نيلي كريم. أما الفئة الثالثة فأجورهم ما تزيدش عن 10 مليون جنيه، يعني حوالي 300 وشوية ألف دولار، والفئة دي كان فيها آسر ياسين، عمرو يوسف، محمد فراج، هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي، أكرم حسني، وأحمد أمين. واللي يقدم مسلسل 15 حلقة ياخد 65% من أجره، ولو المسلسل 10 حلقات النسبة بتنزل ل 50%. بسم الله ما شاء الله، إيه الأرقام دي يا جماعة؟ يلا ربنا يبارك لهم وعقبال عندنا كلنا. قولوا لنا مين أكتر فنان اتصدمتوا في الثروة اللي عنده، واستنونا الحلقة الجاية وحكايات جديدة في الريد كاربت.